العشرين، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة الجورنال الودادي. في الفيديو ان شاء الله غنطرقوا لاخر اخبار فريق الوداد الرياضي. قبل ما نبداو متنساوش ديروا معكم واحد اللايك وتشتركوا في القناة وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وفرجة ممتعة. وفي الخبر الاول، بوسفيان المترجي بفريق الامل. فمن بعد داكشي طرا في الماتش ديال الديربي، بحيث ان بوسفيان رفض انه يمتثل القرارات ديال المدرب، وداكشي صدر من المترجي بعد المباراة. قرر إدارة الفريق الوداد الرياضي أنها تستدعي اللاعبين للمثول أمام اللجنة التأديبية للفريق. الاجتماع اللي كان نهار الخميس 4 يناير على الساعة 2 زولا، واللجنة اجتمعت مع اللاعبين وخرجت بقرار اللي هو إنزال اللاعبين لفريق الأمل مع غرامة مالية. قرار اللي كنشوفو أنا منطقي، وكان خاص يدار من شحال هادي مع هاد اللاعبين وخصوصا بوسفيان. من بعد داكشي اللي كان دار مع الجمهور في الماتش ديال سيمبا، كان خاصو ديك الساعة على الأقل كان خاص إنزال اللاعب لفريق الأمل. اما المترجي فاحنا عارفين السلوكات ديالو، وعارفين انه مش حالي انه لاعب مزاجي ولاعب ماشي من قيمة الفريق. لاعب كروي اللي ممكن انه يكون جيد، ولكن كشخص ليس كلاعب كرة القدم، لا يوجد فيه اخلاقيات كرة القدم. وفي الخبر الثاني، عطية الله يطالب بمستحقاته او يتم فسخ عقده من طرف واحد. كنا تفاجأنا في الأيام السابقة بأن عطية الله رفع دعوى لجنة النزاعات بأنه باغي المستحقات ديالو أو يتم فسخ عقده من طرف واحد، وكل شي بقى كيسول واش هاد الخبر صحيح ولا كذوب. الخبر صحيح 100%، وخرج عطية الله في موقع ديال ميديا 90 كيبرر هادشي بأنه كان عنده اتفاق مع المكتب السابق برئاسة سعيد الناصري، اللي كان أنه إذا ما تمش دفع ليه المستحقات ديالو اللي عالقة من سنوات سابقة، فسيتم رفع دعوى لجنة النزاعات، بحيث أنه إذا ما دفعش دابا فراه غيكون عليه التقادم. اللي خاص يعرف عطية الله هو أن خير فريق الولاد الرياضي كبير عليه هو، حيت بلا فريق الولاد الرياضي ما كناش كاع نعرفو عطية الله واش كيلعب. من بعد ما كان مشى احترف في الفريق اليوناني، فكان فسخ مع الفريق اليوناني العقد بأنه المستوى ديالو كان ضعيف، وجا فريق الولاد الرياضي. وبالفريق الولاد الرياضي باش يقدر يمشي للمنتخب في كاس العالم ويلعب كاس العالم ويدير داكشي كامل في كاس العالم، وتعرف شكون هو هي عطية الله والمسار ديالو. عطية الله ما خصوش ينسى هادشي، وكيف ما عارفين كاملين فهي عطية الله خصو يشوف الأمثلة اللي كاينين حداه من اللاعبين. فمثلا غنشوفو الليبي حمدو الهوني اللي لاعب ماشي مغربي وماشي ودادي وما عنده من ولد تقريبا باقي ما عرفش واش داكشي اللي عطات ليه عطية الله، ولكن كتشوفو انه سمح في حقه وسحب الشكاية ديالو من لجنة النزاعات من بعد ما كرفعش هو الشكاية بخصوص المستحقات ديالو. حنا ما نقولوش يحيى عطية الله ما ترفعش دعوى للفريق وما طالبش المستحقات ديالك حتى داك الحق ديالو، ولكن كيبقى انه الظرفيه اللي كيشهدها الفريق ما كتسمحش بانه يعني تسدد الحقوق ديالو. فكان خاصو يتسنى ويحاول يتفاوض مع الفريق قبل ما يرفع دعوى للفريق، حيت حدود التساوية الفريق الإدارية فرا كارثية. ما عندناش رئيس، ما عندنا والو، عندنا مشاكل تسييرية، عندنا مشاكل رياضية. فماشي الوقت المناسب باش يحيى عطية الله حتى هو يزيد طين بلة ويزيد حتى هو النزاعات ديالو. وهو استغل الامر بانه مع المنتخب الوطني يمشي للكان. وحسب اخر الاخبار فتم صرف مستحقات عطية الله اليوم، وفي حال الوصول لعرض مناسب للبيع ديالو فسيتم بيعه، ولا وصل الفريق حتى شي عرض مناسب للبيع ديالو فراه غيتم انزاله للفريق الامل مع المترجي وبوسفيان. بحال هاد القرارات الانضباطيه كنبغيهم في الفريق، باش اللي بغى يلعب يلعب، اللي ما بغاش يلعب يمشي في حاله. فهنا خصنا نوجهوا رساله للجمهور بانه ما يبقاش يربي الكبد على اللاعبين، ما يبقاش يشجع، ما يبقاش يطبل ليهم. فهذاك الا كان قد شي لاعب قدم شي مستوى جيد فراه كيتخلص عليه، فنهار اللي ما غيتخلص عليه فراه غيمشي يدعيك وغيمشي يفسخ العقد ديالو وغيمشي يدير اي حاجه يعني كتناسبو هو كلاعب. ولكن كيبقى من الحق ديال اي لاعب يطالب بالمستحقات ديالو ويدير اللي بغا، في ظل ان هاد المشاكل تسيري للفريق. وان شاء الله الفريق غيرجع للمكانه ديالو وغيرجع فريق مزيان. ديك الساعه غنشوفو هادو كاملين اللي دارو هادشي كامل في هاد الوقت، غنشوفو ديك الساعه فين وصل. وفي خبر اخر كيقول ان المركب محمد الخامس ما غيتم الفتح ديالو حتى ابريل 2025. فمن بعد ما كنا لعبنا الاياب ديال النهائي ديال السوبر الافريقي ضد سان داونز، فكان تسد مركب محمد الخامس من ديك الساعه الى يومنا هذا مسدود وبدون ما تبدا فيه الاصلاحات ولا اي شيء اخر. فخرج خبر اليوم ان مركب محمد الخامس غيبقى مسدود حتى ابريل 2025. فهذا كيحيلنا ان الفريق الولاد الرياضي ضروري خاصو يقلب على شي ملعب اللي استقر فيه، من غير ملعب البشير بمحمدية. الملعب البشير بمحمدية ميمكنش يبقى يستضيفو فيه جميع المباريات كاملين،
حيت اصلا انه ملعب صغير وملعب غير يلائم ظروف الفريق، فكاينين ملاعب في الدار البيضاء احسن من الملعب بشير بمحمديه، وكتستجب يعني الظروف اللي تقيم فيها مباراة كرة القدم، عكس ملعب محمدية اللي حتى النقل التلفازي ديالو تيكون عيان، وداكشي اللي شفنا في الديربي. يعني التيران ما كيصلحش كاع لممارسة كرة القدم. ولكن كيبقى السؤال المطروح، وهو ان الملعب كيوجدوا فيه الكان ديال 2025، فكيف ما عارفين كاملين فالكان كيتلعب في شهر يناير، والتيران غيبقى مسدود حتى شهر ابريل 2025. فواش غيتم يعني تلعب الكان في الصيف ديال 2025 او لا في شهر واحد؟ حيت الا كان غيتلعب الكان في شهر واحد فراه حتى الكان ما غيتلعبش فيه. وهنا كيبقى السؤال، وهو علاش الشيء مسدود؟ الا كان ما غيتلعبش فيه الكان ديال 2025 وكيوجدوا فيه المونديال، فالمونديال غيبقى حتى 2030. يعني علاش نبقاو حنا سادينو هاد الفتره كامله باش نديروا ليه هاد الاصلاحات كاملين وفي الاخير ما يتلعبش فيه الكان؟ وفي الخبر اللي بخصوص الانتدابات، أبو بكر الطراوري وصل اليوم مطار محمد الخامس. فكيف ما عرفنا في الأخبار السابقة في اللي كنا دوينا فيه على هذا المهاجم اللي كيلعب في المنستير التونسي اللي سجل 10 الأهداف هذا الموسم، أبو بكر الطراوري اللي كيلعب مع منتخب مالي، فراه وصل اليوم من مطار محمد الخامس قصد التفاوض مع مسؤولين فريق الوداد الرياضي. فراه تيبقى من توصيات ديال فوزي بن زرتي في الانتدابات القادمة. فراه كيف ما عارفين كاملين أن الانتدابات بدات نهار الأربعاء اللي فات اللي كيوافق 3 يناير 2024. الى هنا تكون ساعة النشرة ديالنا. بنساش تفضل دير معك واحد لايك واشترك في القناة وتبارطاج الفيديو مع اصحابك الى كان عجبك. وديما وداد.